محمد الجزار، ميسي، كريستيانو رونالدو، مارادونا، بيليه. انا بالنسبه لي لا يوجد اي لاعب في تاريخ كره القدم يقارن بمارادونا. مارادونا ده في حته تانية، ولو موجود في زمن غير الزمن اللي كان موجود فيه كان الوضع اختلف. مارادونا كان بيحارب، ما بيلعبش كوره، كان بيتعرض للتكسير، وكان بيشيل الفريق وبيشيل المنتخب كله على وحده، وبعدين كان قائد كمان. مارادونا عمل طفره كبيره جدا لنابولي ومع الارجنتين جاب لهم 2 كاس عالم. ميسي طبعا مع احترامي لعيب كبير جدا ومحدش يختلف عليه، وزي ما قال اشرف لعيب اسطوره، لكن يبقى بالنسبه لي مارادونا هو الاعظم في التاريخ. لكن اسمح لي، لان الكره امام المانيا ما دخلت خلاص. تصور لو دخلت ديك الكره تبع ميسي اللي مرت جنب، تصور لو ايغواين استغل الفرصه، تصور لو بالاسيو استغل الفرصه. انه نحسم في كره القدم بسبب لحظه هذه، زي ما بتقول انت يا صحفي ممكن تحقق الكثير من الانجازات، بتجيب لي خبر خطا انت افشل واحد. لا ما ينفعش، لا امور ولا المقياس لا تحسب بهذه الطريقه. المعيار بالنسبه لي مش الفوز بالبطولات بس، هي احد المعايير. لكن انا بشوف ان مارادونا كان عنده كوره في وقت ما كانش في حد شبهه. انا بشوف ان اللي مش محظوظ في كره القدم هو اللي معشي زمن مارادونا، ولا شاف مارادونا، ولا استمتع بمهاراته. يعني اشرف بن عياض مش محظوظ انه ما شاف مارادونا، هو محظوظ بميسي بقى. اكيد اكيد. مارادونا هو في لاعب كان بيقول اللي نحن بنسويه بالكوره مارادونا بيسويه برتقاله برتقاله باي كوره صغيره يعني. نفس الهدف. قوه مارادونا يعني يسوي كل شيء يعني بابسط شيء، يعني حتى بكعب عنب يمكن مارادونا يسوي لك حاجات. اذا انت عندك مارادونا رقم واحد. مارادونا الكم اللي تعرض له مارادونا بالخشونه واللعب القوي ممكن كان نتعرض له ميسي، ممكن ما كانش يكمل مسيرته، لان مارادونا تعرض لاصابات خطيره جدا في اسبانيا بالذات. اذا اشرف بن عياد يقول انا محظوظ لاني شفت 90 دقيقه ميسي، لو قعد يعني حق مارادونا انا مش ننقص من قيمه لا 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 لا, لا لو انا بسالك سؤال ثاني، لو هو جلس 90 دقيقه يشوف مارادونا ايش بيقول عياد؟ كان شاف مارادونا 20 دقيقه مش 90 دقيقه يعني ممكن يغير رايه، لان ميسي هذا مش تنقيص من قيمه ميسي. أكيد. يعني ميسي انا شفت مقال تيريونري يحكي على ميسي، قال لك يعني من المفروض كي ميسي يبدا يلعب نقولوا له الله يخليك اهدى، يعني ما يلزمناش نغضبوا ميسي، يعني بيكون في الملعب ميسي هادي وفجأة بيسوي حاجات نقول له ليش مين زعلك، يعني مش يكون اغضب، لان ميسي قادر يعاقب اي فريق يعني. طيب كابتن رفيق، اذواق هي يعني. ارجع للادوار مره ثانيه. كابتن رفيق، انا خالد ميسي، رونالدو، بيليه، مارادونا، انا اشوف انه الظلم تقارن بين لعيبه من حقبه زمنيات مختلفه، ما تقدرش تحكم. لو احكم او قارن بين الاثنين، ميسي ورونالدو اللي شفناهم في زمن واحد، مستوى واحد، ظروف واحده. ميسي عندي ايوه، ما تنجمش تقارن ما بين رونالدو وميسي لان مش في نفس الموقع. تحب تقارن بزوز لاعبين في نفس الموقع، يعني ميسي ومارادونا تجوز المقارنه كي يبدو فرد حقبه، اي خاطر هم عندهم نفس الموقع. الاثنين كانوا اجنحه. انما كريستيانو بيلعب راس حربه يعني، ويلعب حتى على اليمين يعني، يلعب على اليسار، لكن ميسي يلعب صانع العاب. نعم. وهداف. طيب خالد فضلي. خالد، مارادونا افضل لاعب بالعالم بدون نقاش بالتاريخ، ولكن ميسي افضل من لمس كره القدم. محمد. خالد، انا مدريدي لكن ولن تنجب كرة القدم مثل ميسي بالاخر يعني. محمد سويلم. انا اقول مارادونا بكل تاكيد خالد، لانه لاعب ملهم، وهذا تحقق مع الانديه والمنتخب الارجنتيني، بالتالي كان له دور فاعل كبير جدا حتى على المستوى الفردي، اثر حتى على زملائه. انا اشوف خالد انه العالم كله يتكلم كرة القدم، كرة القدم تكلمت فقط مع مارادونا. يوسف سفر. صراحه اشوف لاعب ميسي احسن لاعب، لان كيف قالوا الاخوان مارادونا كان تعرض لبعض الخشونه، لكن ميسي ورونالدو لعبوا ضد الشراسه في الدفاع. كرة القدم الحديثة اللي كانت صعبة، أسماء كبيرة من المدافعين رغم الحراسة اللصيقة، فكانوا دائما سباقين للإنجازات وللأهداف. ميسي فترات طويلة كان الأحسن وكان الأفضل بالنسبة لي.